اهلا بيكم. واضح جدا ان شتاء 2024 مليان موديلات وازياء رائعه. النهارده جمعت لكم بعض الجواكت وموديلاتها الجميله اللي هتعجبكم جدا. يلا بينا نجمع هنا فورا عشان نشاهد اجمل تشكيله جواكت شتوي 2024 زي ما احنا شايفين. وهنشوف في الفيديو جواكت قصيره وطويله وجواكت تعتبر نصف بالطو جميله جدا. هتفاجئي ان فيها الوان رائعه والوان كمان المفروض ان هي الوان صيفيه. لا، الالوان الصيفيه مستمره معانا كمان في ازياء شتاء 2024 بجمالها الرائع. وكمان هتلاحظي ان الجاكيت مدمج او بيتكون من نوع قماش او نوعين او ثلاثه متداخلين مع بعض في صوره جميله وشيك جدا. زي ما احنا شايفين كده، ده جاكيت طويل او جاكيت بالطو ووتر بروف جميل قوي رائع. وهناخد بالنا كمان من الستايل كله، بمعنى التنسيق كله. هي مرتدي عليه بنطلون شويه لجدا وكمان مناسب جدا، والبيزك كمان تحت الجاكيت مناسب ومدي لوك رائع للانسامبل كله او الطقم كله على بعضه. الجاكيت الجلد طبعا مستمر معانا، والجاكيت الجلد لا غنى عنه في الشتاء. بنفس الموديل اللي شفناه الرائع ده. الموديل ده على فكرة كان موجود من الشتاء اللي فات ومستمر بنجاح باهر. هنا الموديل اللي معايا ده، خدي بالك من الطول فظيع، حلو قوي قوي للمحجبات. كمان بيتميز ان هو طويل من قدام واطول من الخلف، رائع جدا. وكمان عندك اللون الزهري في السيلفر موجود ومتواجد بقوة شديدة في جواكت شتاء 2024 ان شاء الله. كنت حابة اقول ان جالي سؤال مهم جدا، ان انا قلت قبل كده او اتسألت ليه بتحبي او بتفضلي الجاكيت والجاكيت الطويل عن البلطو. انا شخصيا بفضل الجاكيت او الجاكيت الطويل. البلطو رائع وشيك جدا، لكن بما اننا في عصر السرعة وطبعا اكترنا بينزل الجامعة او بيشتغل، فبيحب يكون حركته سريعة. فالجاكيت بتكون اخف وزنا من البلطو وسريع في الحركة، يعني خليكي عندك سرعة في الحركة. فده انا عشان كده بفضل الجاكيت عن ارتداء البلطو. ولكن طبعا البلطو شيك جدا. ده طبعا بديل البلطو المطر، معمول بطريقة حلوة قوي جميلة. لفتت انتباهي قوي ولفتت نظري، فحبيت اجيبه لكم. رائع شيك جدا والوانه فظيعة. الحقيقة الالوان السنة دي والموديلات راقية جدا، والتايجر يعني انا مش عارفة اقول ايه، كل قطعة احلى من اللي قبلها ومن اللي بعدها. كمان في سؤال مهم جدا قبل ما انسى، كنتوا بتسالوني هل عندي براند، هل ببيع؟ لا، انا مجرد ان انا بهتم بالفاشن وبحب اشوف كل جديد في الموديلات واحدث موديلات واجمعها واجيبها لحضراتكم. واخيرا ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حتى يصلكم منا كل جديد. احنا بنتعب جدا عشان نجمع الماتيريال دي ونجمعها لحضراتكم، نجيب احدث موديلات علشان تشوفوها وتجمعوا منها افكار او تجمعوا منها موديلات تستقروا عليها وعلى ان انتوا تشتروها او ترتدوها. فاتمنى منكم انتوا ما تنسوش تدعمونا ابدا، ودعم القناه بيتمثل في اللايك ثم اللايك ثم اللايك.